السلام عليكم وتحياتي لجميع متتبعي قناة أراضي الخير داخل أرض الوطن وخارجه، ومرحبا بكم مجددا مع جمال الوكيل العقاري الجهات فاس مكناس صفرو المنزل والنواحي. مرحبا بكم في واحد الفيرما ما شاء الله، لا في التربة ولا في الموقع ولا في كل شيء، تقريبا على الطريق الرئيسية الرابطة ما بين صفرو وفاس. الغلة ديال الزيتون ديالها كتباع ما بين 130 150 مليون العام. تحياتي لكل متتبعي قناة أراضي الخير. مرحبا بكم في هاد الفيرما هادي. المساحة ديالها 28 هكتار، مغروسة بالزيتون، وفيها كذلك الأرض الخاوية، وفيها ليسباس اللي بغى يدير بزاف ديال الفلاحة اللي كتصلح في هاد الأرض هادي. وبالنسبة كذلك اللي بغى يبدل الزيتون بمسائل وحدة أخرى بحال البرقوق بحال العنب بحال، لأن هنا سبق لهاد الأرض هادي وكانت مغروسة بالعنب، البرقوق العنب الزيتون كلشي كيخدم لهاد الأرض هادي، اللوز. تحياتي لكم من جديد في هاد العرض هادي، وكما عودناكم ديما وكما كتشوفوا معنا دائما أراضي في جميع الجهات ديال فاس مكناس. وكما كيعرفوا الناس اللي متبعين على القناة ديالنا، ما عندناش الأراضي كما قلنا غير في منطقة وحدة. عندنا أراضي نواحي مدينة المنزل، نواحي مدينة رباط الخير، نواحي مدينة بيرت مطمرس بودا، نواحي مدينة صفرو كامل، طريق بولمان، تجانات، العنوصر، إموزار، كل شيء عندنا أراضي ممتازة وفلاحية وممتازة. اللي كيشوف العروض ديالنا، هذه وكالة عقارية، المقر الرئيسي ديالها بمدينة المنزل قرب المكتب الوطني للكهرباء وقرب دار الشباب، ولكن كتحرك وكتقلب على الأراضي في الجهة ديالنا كاملة. عندنا أراضي اللي هي خاوية من هكتار حتى 500 هكتار 600. اللي بغى شي حاجة مرحبا به، ما عليه إلا يتصل بنا ويحدد نوع الطلب ديالو ومرحبا. ماشي بحال الناس اللي كتعيط عليك وتقول لك يا ودي انا شفت واحد الفيرما كتباع ولكن ما كتحددش، تحدد شنو باغي ومرحبا بك. كاين الفيرمات وكاين الاراضي اللي تباعوا وكاين اللي مازالين. اللي بغى يزورنا مرحبا به، الا كان قريب يجي لعندنا مرحبا، كان بعيد نتلاقاوه الارض اللي هو باغي في المنطقة اللي باغي. بالنسبة للعرض اللي كنقدمه لكم اليوم كما قلنا 28 هكتار، التربة ديالها حمراء هانتوما تشوفوا، فيها كذلك واحد الجهة اللي هي صغيرة بيضة. شوفوا التربة ما شاء الله ديال الفلاحة كما قلنا كتصلح لكل شيء. وبالنسبة كذلك المياه الجوفية كما سولنا في هذه المنطقة هذه، الماء موجود الحمد لله. 28 هكتار، محافظة تيتر فونسيي، قريبة للطريق بزاف، تقريبا على الطريق الرئيسية ما بين صفرو وفاس. وهانتوما تشوفوا صفرو راه كيبان لينا من هنا. هاد التربة هاد الأرض 28 هكتار، وبالنسبة للثمن ديالها 18 مليون الهكتار، وقابلة للنقاش إن شاء الله الرحمن الرحيم. الناس اللي معقولين وباغيين يشريو راهم كيجيو يشوفوا الأرض، والناس اللي غير كتسوال وتهدر داكشي كيبقى بلان اخر. الارض هي هادي، التربة هي هادي، لوطا ما فيهاش الميل بزاف، صالحة لكل شيء. مجموعة 28 هكتار في بلاصة وحدة. ها الارض هاكوشي قدامكم. كاينين بعض الانتقادات ولكن الحمد لله ما كنديو شي عليهم. القافلة تسير والكلاب تنبح.
كما كتشوفوا فيرما اللهم بارك 28 هكتار تيتر فونسي. وكذلك عندنا فيرمات قرابين على جنبها ما بعدينش عليها بزاف قرب المطار ديال فاسيس ديال قرب الماكينة ديال الزهواني لمسارات الزيت الزيتون وقرب زلاغ بيطون. عندنا أراضي كاين 21 هكتار، كاين 4 هكتار، كاين هكتار. في هذه المنطقة هذه كاين 5 هكتار في التعاونية ديال المحمدية. عندنا أرض تقدر تاخد اللي بغيتي هكتار، 2 3 4 5 على قد الجهد ديالك. والمنطقة غنية على التعريف، لا بالنسبة للفلاحة، لا بالنسبة للماء، لا بالنسبة للناس اللي كيديروا الديسير، الخوخ، الشهدية، كل شيء. منطقة الفلاحة سهل سايس وغنية على التعريف. وكذلك هاد الأرض هادي ما بعيداش بزاف على الخرجة ديال لوتوروت ديال صفروفاس، حتى 15 دقيقة حتى لعندها ديال الطريق. كما قلت لكم التربة هي هادي في لحية ب100%. هانتوما تشوفوا التربة الحمراء صالحة للمشاريع، صالحة للفلاحة، صالحة للكوارع، صالحة لأي حاجة بغيتي. وكذلك فيها مجازات، فيها سكنة ديال العساس، فيها كذلك كوارع. وإن شاء الله الرحمن الرحيم اللي كتاب له يجي يشوفها مرحبا وألف مرحبا.